طفله بتختار خدامه على طريقه لعبه الحبار، واللي هيعدي الخط الاول هي اللي هتكون خدامه وهتاخد مرتب كبير، ولو لفت وشافت واحده ماشيه هتخسر. واول ما البنت بتلف وشها في بنت بتحط رجليها وبتوقع زميلتها على الارض وبتشوف انها اتحركت وبتضرب عليها بالمسدس وبتقول لها انت خسرتي، والاثنين بيقدروا يعدوا الخط. والطفله بتقول لها لسه قدامك اخر فرصه، وبتقول لهم اللي يقدر يطلع الشكل سليم هيكسب، وكل واحده فيهم بيحاولوا يخرجوا الشكل من غير ما يكسروها، واول بنتين بيقدروا انهم يخرجوها، والبنت الثالثه بيكون قدامها 5 ثواني بس، وبتمسك مسدس الميه وبتحطها على البسكويت وبتقدر تطلعها في اخر ثانيه. والفكره بتعجب البنت جدا، والراجل مقنع صاحب اللعبه وبتقول لهم لسه فيهم سباق خيره عشان نشوف مين احسن طباخه فيكم، وبيروح على الاختبار الثاني، والاثنين بيكونوا ما بيعرفوش يطبخوا، وبيشوف البنت الثالثه بتعرف تطبخ، وفي واحده بتعمل نفسها اتعورت والثانيه بتستغل انها ملهيه وبتحط كميه ملح كبيره عشان تخسرها، وبتستغرب جدا لما بتشوف انها ما اتعورتش ولا حاجه. وبتشوف كمان لما بيحضنوا بعض الاثنين بيحطوا لبعض ملح عشان كل واحده طمعانه انها تكسب. والطفله بتروح تاكل وبتجرب اول واحده وبتلاقي ان اكلها فيه ملح كتير قوي، وبتقول لها انت خسرت في اختبار الطبخ. ولما بيدوق برضه اكل الثانيه بتلاقي ان الاكل برضه فيه ملح كتير قوي، وبتقول لها انت برضه خسرتي. ولما بتروح تجرب اكل اخر واحده البنت بتكون ذكيه وبتحس انهم حطوا حاجه في الاكل بتاعها، وبتوقف الطفله وبتقول لها خدي جربي الاكله دي، وبيستغربوا جدا لما بتشوف انها كانت محضره اكله ثانيه. ولما بيدوق الاكل بيعجبها جدا وبتقول لها دي اكلتي المفضله، انتظر اخر مسابقه.